للوآه لتوثيق الشعر الشعبي. أول الصاعدين على المنصة الحبيب الأخ ابن الشاعر الراحل سمير صبيح، فليتفضل مشكورا. الأساتذة الشعراء الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالبداية أشكر منتدى الرسالة على هذا المهرجان اللي أقامته لهذا الجبل وهاي المدرسة الشعرية والنهر الثالث للشعر الشعبي اللي هو سمير صبيح. طبعا أنا أفرح من أشوف في كل محافظة إلى مجلس تأبيني أو إلى مهرجان أو إلى فد كرنفال. هذا دليل على أنه هو رجل إنسان أكثر من ما هو شاعر. مثل ما شفتوا إنسانيته وصلت حتى للما يحب الشعر وما يعرف للشعر عرفوا سمير شنو. فرسالته هي كانت للحياة، هو قضية الشعر ما له علاقة بالناس، ما له علاقة بالشخص. كان يحاسب الشاعر على وفق شاعريته، ما يحاسبه على أخلاقه ولا على مبادئه وشنو يسوي وشنو ما يسوي، ما له علاقة بالشخص. يقول له أنت حر، بس أنا أجي أحاسبك على الشعر، بدليل أنه هواية تحارب بالبداية، لكن من نتحارب هي الثمرة الآن حصدها. الثمرة هي أنه قاموا يحاسبون على الشعر، قاموا يحاسبون على كل مفردة، قاموا أي شاعر مع احترامات كل الشعراء، أي شاعر قام من يكتب قام يخلف الثوابت. هذا دليل على أنه هو هذا اللي أراده المرحوم سمير صبيح، والحمد لله والشكر. ثمرة هي هاي الرادة. فسمير الله يرحمه كلكم تعرفونه، إنسان قبل لا يكون شاعر. رثى كاظم القاطع ببيت واحد قال له بعد موتك يا قاطع شزت الروح وسديت الإذن وطيتك المفتاح. ورثى رحيم المالكي ببيت واحد قال له دليني بدرب ما إلك خطوة وياي، لاحقني بخيالك بيش تطلبني. ورثى جبار رشيد الله يرحمه قال له ترى الما جارحك ومغرب وبعيد كان مقابلك ويد على الازناد. انا ما اريد اقرا على مود لا يقولون يريد يقرا او يريد كذا، لكن هاي ثوابت لازم نحكيها. فاني اعوذ بالله من كلمه اني رثيت الوالد ببيت واحد ومتعمد انه انا ارثيه ببيت واحد، ولو هو ديوان كامل ما يكفي، نهر كامل هو ممدود. فقلت له عمود الخيمة طاح، عمود الخيمة طاح وطاحت الخيمة، الشعر والبيت بعدك ما لهم قيمة. وسلس ما صير وحطب ما صير وانت بعازة النار، سلس ما صير وابقى بكيفك انقاد، وحطب ما صير وابقى بعازة النار. كنت عين الشمس هسانا صبار، ما ديروا يا شمسك وين تندار. كاتني العطش بس بالي مرتاح، اشرب بالرمل ما ذل الانهار. ويا القاعانة ومن تجي الريح عضل ثابت انا وتهتز الاشجار. اذا تمر امس ما غزر وياك شلونك النخل تطيق جمار. وكذب الجروح القالت الطيب، وكذب الغيم كون الغيم مطار. جث المقبرة وديت الافراح، شي رجعها وتجيني بيوم خطار. وانهيها ببيت دارنا هو بدي حياته بوحده،
عاشاها بصراع وهم وتعب وضيم وحرمان وايد تعب. فقال تميت انا بفرديد اصفق ودق دف، تميت انا بفرديد اصفق ودق دف، والوادم بجفين شف ما وصل شف.